واخيرا تم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه من خلال النادي الاهلي. ندخل سريعا كده في تفاصيل العقد. مدة العقد 5 سنين ابتداء ان شاء الله من شهر 6. يعني محمود حسن تريزيجيه ان شاء الله يبدأ مع النادي الاهلي من بداية كاس العالم للأندية، وان شاء الله يعمل ارقام كويسة جدا. متهيألي صفقة قوية قوي، النادي كان محتاج الصفقة دي جدا، خاصة ان تريزيجيه اصلا واحد من ابناء النادي الاهلي يعني. وان الصفقة تمت ما بين الناديين، بين النادي الاهلي وبين نادي طرابزون سبورت، بحوالي 1,600,000 يورو، يعني حوالي بالتقريب كده 84 مليون جنيه مصري. نادي طرابزون سبورت طلع تصريحات وقال ان تريزيجيه نازل عن 100,000 يورو مقابل التعاقد مع النادي الاهلي. وطبعا انتوا عارفين ان تريزيجيه كده كده الفترة دي اصلا مع نادي الريان القطري على سبيل الاعارة من خلال نادي طرابزون سبورت. انا شايف من وجهة نظري ان هو هيفرق كتير قوي مع النادي الاهلي، خاصة ان هو بيلعب في مركز جناح شمال. من اهم مميزات تريزيجيه انا شايف ان هو بيراوغ كويس جدا، بيسدد على المرمى كتير، ومعظم اهدافه متهيألي تسديد على المرمى من خارج ال 18. فانا شايف انه هيعمل فرق كبير جدا قوي مع النادي الاهلي. للي ما يعرفش كده سريعا عن مسيرة تريزيجيه مع الاهلي، هو اصلا من ابناء ناشئين النادي الاهلي، يعني زي ما قلت لكم قبل كده هو واحد من ابناء النادي، ولعب مع الفريق الاول في موسم 2012 وحقق بطولتين، منهم بطولة دوري ابطال افريقيا الموسم 2013 وكاس السوبر الافريقي لسنة 2014. شارك مع الاهلي في 87 مباراة، سجل منهم 7 اهداف. انا شايف انها هتكون صفقة قوية قوي، وان شاء الله هيعمل فرق كبير قوي مع النادي الاهلي في كاس العالم للاندية. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد.